الدولار بقى بكام دلوقتي؟ 30 ولا 40 ولا رايح على فين؟ ازاي كراجل تبقى واخد بالك من الناس اللي حواليك؟ يعني لو انت في جيبك 100 جنيه وجات لك ناس اخر الليل انت عارفهم محتاجين لل100 جنيه دي، يا ترى بتفكر في الموضوع ده ازاي؟ يا ترى هتفكر تديلهم 50 وتبقي 50، ولا مش هتديلهم حاجة عشان الأيام دي صعبة والدولار غالي قوي وكل حاجة عمالة بتغلى حواليك؟ يا ترى أنت متثقل بالعالم حواليك لغاية فين؟ يا ترى أنت شايف إيه هو أحسن استثمار؟ هل استثمار الفلوس وإنك تأمن مستقبلك ومستقبل عيالك وبيتك، ولا إنك تستثمر في حياة الناس وتديهم وتكرمهم؟ يا ترى مبدأ التحويش عندك مظبوط لغاية فين؟ العالم بيقولك حوش عشان الأيام صعبة والدنيا بتغلى وأيام بقت مش مضمونة، بس الغريبة إن ربنا بيقولك ادي. في آية بحبها قوي ودايما بقولها في أي مرة باجي أتكلم عن الموضوع ده: المفرق يزداد أما الممسك أكثر من اللائق إنما للفقر. أنت متخيل مبدأ ربنا مع التحويش والفلوس عامل إزاي؟ الناس كلها بتقولك لم، ربنا بيقولك فرق، ولما تفرق هتزداد. وده الفرق ما بيني ما بين أي حد ما يعرفش ربنا، إنه أنا عندي قانون بيقولي وزع. الناس بره في العالم عندها قانون بيقولك حوش وكوش، ومش بس كده استثمر كمان. ليه؟ عشان الأيام مش مضمونة. يا ترى طريقة تفكيري هنا ولا هنا؟ ويا ترى أنا عايش بأنهي مبدأ؟ ويا ترى أنت كراجل بيخش لك الخوف أول ما بتسيب الشغلانة لغاية فين؟ أو لما البيزنس بتاعك بيقف بتقلق لغاية فين؟ ويا ترى كمان لو أنت البيزنس بتاعك بمواعيد، يعني شغال شغلانة فريلانس كده لما الناس بتحتاجك تبعت لك، يا ترى لما الفلوس بتخلص معاك بتفكر فيها إزاي؟ ويا خبر أبيض لو أنت بقى متجوز ومخلف وعندك مسؤوليات، الموضوع صعب قوي قوي قوي. بس صراحة يعقوب بيقول كده هوت: لو جالك 2 محتاجين للقوت والكسوة وانت قلت لهم اذهب استدفئة، ايه الفضل ليك؟ يعني لو جالك 2 تعبانين وعريانين وعايزين اكل وشرب وكمان يقعدوا عندك كام يوم لغاية ما يشوفوا هيروحوا فين وهيجوا منين، يا ترى انت بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ يا ترى ذهنك والمايندسيت بتاعك تفكيرك كراجل بيوديك لغاية فين؟ فين قلب ربنا في الحتة دي؟ هو ده اللي ربنا عايزه منك كراجل، انك مش بس تبقى الكبير، انك مش بس تهتم بالفلوس والاستثمار والتحويش، انك تخدم الناس.